الدنيا كلها. وانا النهارده بحضر تجمع اكبر عربيات كهرباء في مصر والشرق الاوسط، وده شرف ليا. البركه في توني، انا واحد غاوي بنزين وغاوي مواتير كبيره، ما بحبش المواتير الكهرباء والكلام ده كله، بس هو توني اداني العربيه الايونيك وقال لي العربيه دي جربها يومين ثلاثه، فجربت العربيه. بحكي لكم فيدباك سريع كده، لقيت نفسي ان انا داخل في حته ثانيه خالص، وخدت قرار خلاص ان انا هنقل من عربيات بنزين ان انا ابتدي اركب عربيه فول الكتريك. واكتشفت حاجه كمان في العربيات الفول الكتريك، انا بخصص ذكر البيلد يور دريمز. العربيه دي انا قعدت اعمل دراسه عليها لمده سنه كامله، بعمل دراسه في كل حاجه، واستقريت خلاص على التي 1 دي سونج جاي، ويعني بقول في الخطوه اللي جايه. بجري كتير، بمشي كتير، فلسه الموضوع بالنسبه لي محتاج شويه تفكير في اليونت بتاع الشحن، وان شاء الله الايام اللي جايه الدوله تهتم بموضوع ان كل الاماكن يبقى فيها يونت شحن، لان ده مهم جدا. لان زي ما انتم شايفين حدث ولا حرج، يعني كم العربيات الكهرباء اللي بقت موجوده في مصر، دي حاجه كويسه جدا بتنقل للعالم الخارجي بره ان الموضوع في مصر اصبح ان كونسبت يعني الناس متجه فعلا للعربيات الكهرباء. فشابوه لكل الناس القائمين على الايفنت بتاع النهارده. وفي نفس الوقت انا بشكر توني، انتوا عارفين ان توني بالنسبه لي ده ابو الصحاب، فده حبيب قلبي، وتحيه ليكم جميعا. وابانوب طبعا، يعني ده الراجل المفضل في العربيات الكهرباء. اي فولت طبعا. الناس دي يعني عاوز اقول لكم ان هي مور اكسبيرينس بصراحه ان هم بيقولوا موضوع العربيات الكهرباء، وعندهم مصداقيه، ده اهم ما في الموضوع. الله يكرمك يا بنوب يا جميل. واول واحد هنطلع نجرب العربيه السونج ال، محدش يروح في اي حته، استنوني. وما تنسوش